ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، فيديو حماسي. هننشط بعض كده بقى عشان اللي لسه ما عملتش حاجه تقوم تعمل، واللي لسه ما بدأتش تبتدي بقى وتشدي حيلك كده. هو الموضوع رخم الصراحه وصعب، بس في الاخر بيبقى حلو قوي لما بتلاقي كل حاجه حلوه كده وجميله. اول حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد معانا. الفتره الجايه هنعمل فيديوهات حلوه قوي، وحطوا لايك للفيديو ويلا نبتدي. اول حاجه دخلنا على الطبيخ بسرعه. طبعا احنا كل يوم بنعمل اكل، وده ملوش اي علاقه بتاتا بان احنا بنروق او بننفض ترويق العيد. تمام. اول حاجه دخلنا عملنا ايه؟ كان عندي شويه مفروم كده. انا كنت مطلعه مفروم، عايزه اقول لكم ان الاكل ده مبتديه فيه الساعه 5:30. تمام. كان عندي حته مفروم كده طلعتها قبل ما فكت وبتاع. خدت منها حته اللي فكت وبدات اعمل ايه بقى. قلت الصراحه اعمل اسهل اكله بعملها. ايه هي؟ دخلت على المطبخ، جبت الكبه، فرمت بصله، قرن فلفل حامي، وبعدين نزلت عليها باللحمه اللحمه اللي هي فكت معايا. حطيت في قلبها الاول حاجه الصراحه بفرم البصله والفلفل الاول عشان يتفرموا كويس، ما يبقوش كبار في قلب اللحمه. تاني حاجه عملنا ايه؟ رحت نازله باللحمه اللي فكت معايا، حطيتها كلها وبدات احط في التوابل بتاعتي كانت ايه؟ حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت كمون، حطيت 7 بهارات. تمام. بس كده، وبدأت افرم بقى في اللحمة بتاعتنا. طبعا قعدت افرم فيها كويس لحد ما البصل والفلفل واللحمة وكل الكلام ده دخل في قلب بعضه. بس استنيت بقى لما دخل في قلب بعضه، فضلت افرم فيه كويس في قلب الكبة طبعا، عشان كان في حتت لسه متجمدة زي ما قلت لكم، انا ما كانش فكت كويس، فطبعا ايه. بس هنا بقى كانت كله فك خلاص، وبدأت اقطعه بايديا لحد ما لقيته فك خالص، وبدأت بقى افرم كله في قلب الكبة، اديته فرم حلو كده شوية، وبعدين رحت نازله بيه في قلب الطبق تاني، رجعته في قلب الطبق بتاعي تاني. بس طبعا بقى ايه، لميت بقى كل الدنيا اللي كانت في قلب الكبه والسلاح والكلام ده كله لميناه. بس ونزلت فيه بالطبق. حاولي بقى تدوري على اسهل اكلات ممكن تعمليها الفتره دي. اكتر اكل سهل بالنسبه لك اعمليه. مش شرط طبعا كل الاكل مش زي بعضه، او مش كل الناس زي بعضها في الاكل. في ناس بتشوف ان الاكل ده سهل، في ناس بتشوف ان الاكل ده صعب. فانتي على حسب الاسهل ليكي اعمليه، يعني ما تتقيديش بحد وما تعمليش زي حد. لو انتي شايفه ان طاقتك ما تسمحش غير انك مثلا تروقي بس، خلاص روقي بس، واعملي اكل خفيف. مثلا اكل خفيف بالنسبه لك هاتي اكل من بره. آم، شوفي الاسهل لك واعمليه طبعا، بس ما تأثريش برضو يعني. تاني حاجة هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى نجيب بعد ما حطينا بعد ما فرمناهم كويس ونزلناهم في طبق، هنجيب بقى الكمية بتاعتنا ونبتدي نكورها. هنعملها كور كده زي الكفتة، او هي كفتة اصلا. هنكورها تكوير كده ايه حلو، يعني تبقى كل واحدة كده ماسكة نفسها وحلوة ومحترمة كده. ما تعملوهاش زي البلي كده، لا خليها كور حلوة كده. كور حلوة كده جميلة وكبيرة كده. تمام. يعني على بق على بقين كده وحطيها على قطمة قطمتين، يعني تبقى حجمها اللي هو قطمة قطمتين وتتحط. تمام. بس هنكور طبعا كل الكمية اللي معاكي، ويستحسن طبعا هي حلوة جدا، واللي يعني اللي خلاها تبقى حلوة ويخليها حلوة اكتر ان هي تبقى ساقعة. يعني الكفتة المفروم نفسه كان ساقع، كان في حتت زي ما قلت لكم كده، كان في حتت متجمدة اصلا ما فكتش. بس احنا طبعا لما فرمناها فكت مع نفسها، لكن هي من جواها لسه فيها ساقعة قوي. تمام. كورنا الكور دي، بعد ما بتكوريها بنقوم حاططها في قلب التلاجة او في قلب الفريزر. لو انتي هتسيبيها شوية، يعني مثلا ربع ساعة، مثلا تلت ساعة، حطيها في التلاجة. لو مثلا 5 دقايق 3 دقايق خليها في الفريزر. بس هنا طبعا حطينا المكرونة تتسلق، انا بحبها المكرونة تبقى سليمة. حطيناها تتسلق، اتسلقت شلناها، وبعدين حطينا طبعا هنا في طاسة بتتحمر بطاطس، وهناك كنت بسخن اكل اصلا قديم. دي حلة بقى اللي احنا حطينا فيها المكرونة. هي وكل الاكلة دي احلى حاجة فيها ان بتعمل في حلة واحدة. معظم الاكل الصراحة بحبه يتعمل في حلة واحدة. حطيت بقى في قلب الحلة دي معلقتين زيت او معلقة زيت، وممكن ما تحطيش اصلا. بس عشان ما تضطريش تحطي تاني يعني، او تتحرق او الكلام ده، فحطي معلقة زيت او معلقتين زيت. وبدأت بقى انزل بيهم في الكفتة بتاعتي اللي احنا عملناها، طلعناها من التلاجة
ورحت نازله بقى بيها واحده واحده في قلب الحله. بس نزلنا بقى بالكفته بتاعتنا كلها. هتنزلي الكفته بتاعتك كلها في قلب الحله وتسيبيها. انا بوطي مش قوي، بهدي النار شويه واسيبها، ما باجيش جنبها خالص لمده مثلا 5 دقايق 7 دقايق، وابتدي اقلب بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. لكن بقى ان انا اجيب معلقه واقعد اعمل كده كل شويه، لا ما بعملش الكلام ده في قلبها خالص. وده الصراحه بيخلي نتيجتها معايا روعه، يعني ما بتخليهاش تفك معاكي ولا بتخليها تحصل لها اي حاجه. تمام. هنبتدي بعد كده خلاص احنا ايه، لقيناها اتحمرت كده وخدت وش تمام. هننزل بقى في قلبها بمعلقه توم حلوه. معلقه توم ده لو احنا هنعمل جنبها الوصفه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، احنا هنعمل المكرونه، لكن انت ممكن تعملي جنبها مثلا رز ابيض، مش هتنزلي بتوم بقى، هتنزلي ببصله متقطعه. قطعي بصله عادي جدا كانك هتعملي خضار، كانك هتعملي خضار، وانزلي في قلبها واعملي جنبها شويه رز ابيض. تمام. دي اكله او دي طريقه ليها. لكن انا المره دي هعملها في مكرونه، فبقوم حاطه معلقه توم عادي، توم مفروم جاهز زي ما بوريكم كده. انا بعمله اقلب فيها بالمعلقه وهي تمام وحلوه جدا جدا والله يا جماعه، وما فكتش ولا حصل لها اي حاجه. بس هنا قلبت فيها بقت تمام خلاص. هقوم بقى، احنا طبعا زي ما شفتونا كده في الاول، شفتوني وانا بضرب الطماطم، شفشق الطماطم ده ضربته وصفيته كويس من القشر ومن البذر ومن الكلام ده كله. خلاص التوم حسيته بقى ابتدى يدخل في الصفار كده. لما التوم بتاعك تحسيه خلاص اصفر مع الكفته، قومي نازله بقى بالطماطم بتاعتك. طماطم بقى، صلصه عندك متسبكه، صلصه شايلاه في الفريزر، طماطم، صلصه علب، اي حاجه. وانزلي بقى بالتوابل. انا بحط ملح، بحط فلفل، بحط شطه على المكرونه طبعا، مبحطش اكتر من كده، وكمون. والكمون بتاعنا اللي هو الكمون المخلط مش كمون ساده. بس ما بحطش اكتر من كده في المكرونه دي. بالنسبه لي توابل المكرونه اللي هي الطبيعيه يعني، وتقريبا توابل 3/4 الاكل بتاعي. وهسيبها بقى تعيش مع نفسها. طبعا مش هسيبها قوي، لان احنا اصلا عايزه اقول لكم والله العظيم بجد بامانه، انا الطشه دي معموله الساعه 6، بس الحمد لله لحقنا نفسنا قبل الفطار يعني. هنا بقى طبعا نزلت بالمكرونه بتاعتي كلها وقلبتها، بدات اقلب فيها بقى شويه حلوين كده، وبعدين بقوم سايباها بقى على النار عشان المكرونه بتاعتي نفسها تسخن، لان طبعا احنا مصفين المكرونه وبردت. فهنسيبها بقى شويه كده زي ما شفتوا. بعد كده بدات اقدم الاكل بقى، طبعا ملحقتش اعمل عصاير، فجبنا ازازه تمر ومخلل بقى وبطاطس، وطبعا ملحقتش اعمل سلطه برضو، رحت جايبه حاطه كابوتشا لان انا لازم اكل سلطه. وبس كده خلاص، كان فطارنا وحلو وجميل ولذيذ. بس تعالوا بقى ندخل على من كوارث الحاجات، وهو الدولاب عندي كان متدمر زي ما انتوا شايفين كده. انا تقريبا ده دولاب جوزي. اولا الدولاب ده تقريبا انا بعمله كل اسبوع كل اسبوعين، وبرضه بيبوظ، يعني هو ملوش علاقه خالص ان انسان كبير او صغير، هي دي عاده تقريبا عند المصريين. تمام. فالدولاب كان بايظ خالص من فوق ومن تحت، وهو عشان الجو بيصيف ويشتي، فمره بياخد شتوي ومره بياخد صيفي، وحط ده مع بعض وده مع بعض وده في قلب بعض. بس انا صراحه ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، طبقته يعني رصيته وخلصته زي ما شفتوا كده. عملت كده راح متطبق على طول. بس طبقته وخلصته. تعالوا ندخل بقى على الحاجة التانية، وهو الدولاب بتاع الفوط بقى والملايات والسراير بقى. طبعا شفتوا كان عامل ازاي، كان بشع بشع بشع. بس هنا الدولاب برضو كان وحش قوي قوي يا جماعة الصراحة. وطبعا عشان اقرب دولاب لابني فمبهدله مبهدله مبهدله. طبعا انا بقى بنزل كل الحاجات دي وانفض وافرش تاني. هنا بقى الصراحة بالمرة قلت الصراحة انزل الصيفي، فنزلت الصيفي مع انه اكتر عددا، بس مش عامل زحمة خالص زي الشتوي. طبعا انا رصيته وخلصته وجهزته وتمام التمام. وحطيت بقى، نزلت الصيفي مكان الشتوي، وخلاص الدنيا كده جميلة ومفيش حاجة، وان شاء الله بإذن الله بإذن الله يفضل مظبوط لحد العيد. وطبقت الفوط
ومش عارفه الفوط بتتبهدل ليه، مع ان انا الوحيده المفروض اللي باخد منها يعني. بس مش عارفه، هنعرف بقى، هنكتشف الكلام ده مع بعض بعدين يعني. هبتدي اراقب مين فينا اللي بيبهدل الكلام ده كله، او انتوا هتشوفوا بنفسكم بقى اللي هيحصل دلوقتي. واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه. في هنا كائن صغير بيقعد مكان الهدوم اللي انا لسه عاملاها، صح؟ مش صح كده؟ مش انت الكائن الصغنن اللي بتبوظ الدولاب؟ بصوا بصوا قاعد فين يعني. انا لسه مطبقه الدولاب اهو، لسه مطبقه الدولاب ده حالا حالا، في نفس ذات الفيديو في الاول مطبقه الدولاب، في نفس ذات الفيديو في الاخر الدولاب بيبوظ. يعني في نفس اللحظه يا جماعه الدولاب بيبوظ اهو. شايفين اللي بيحصل؟ عشان تعرفوا بس انا ليه ما بطبقش، يعني عشان تعرفوا انا ليه بكروت. يعني بجد بجد حرام. حرام ولا مش حرام ده؟ حرام ولا مش حرام؟ ها؟ حرام ولا لأ؟ حرام؟ مش حرام ده؟ ها؟ بس يا جماعة خلاص هو سابه. بس بصوا 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 المنظر، عيط.